يا ترى هو ايه ارخص واكتر ايفون قيمة مقابل سعر ممكن تشتريه في 2026؟ النهارده هنتكلم على المعلم الكبير، ال 13 برو ماكس. الموبايل ده سنه مش صغير، عضمايه كبيره يعني ممكن يعورك. وال 13 برو ماكس رخيص اصلا؟ والله يا معلم، ال 13 برو ماكس في وسط الايفونات هو رخيص مش غالي. يعني بتتكلم في المستعمل في رينج ال 30 35 الف جنيه في الرينج ده، ولكن لغايه النهارده تقدر تعتمد عليه في كل حاجه. شريحه الاي 15 بايونيك اللي كانت بتيجي في الموبايل ده جباره. هتشغل لها تطبيقات تقيله شغال، تشتغل عليه مونتاج يعني برضه شغال. اخرك ايه؟ العاب تقيله يعني وبابجي وبتاع؟ بعون الله. وقتها كانت خلطه الاي 15 بايونيك مع الشاشه البروموشن ال 120 هرتز كانت خلطه جميله جدا. تجربه الاستخدام ومجرد بس السكرولنج والكلام ده كانت تجربه لذيذه قوي. زي كمان في الالعاب والجرافيكس والكلام ده كان يسد معاك ولغايه النهارده. عندك كمان كاميرات الموبايل ده ناس كتير قوي لسه بتحبها لغايه النهارده، وبتشهد بان الموبايل ده احيانا كتير كان بيطلع صور افضل من ال 14 برو ماكس. ودي حقيقه انا كنت بشوف ده بعيد، وده كان يعتبر اول جهاز بطاريته تكمل معاك اليوم فعلا. ولسه لغايه النهارده لو جبت موبايل بطاريه فوق ال 90% مثلا هيكمل معاك اليوم مرتاح. جهاز وزنه خفيف، شكله شيك، سماعاته والستيريو سبيكر فيه حلو قوي. فبصراحه انا شايفه جهاز بالنسبه لسعره متكامل، مش ناقصه حاجه. اي نعم هو رينج ال 30 35 الف جنيه مش رخيص، ولكن ده من الاجهزه المحترمه اللي تقدر تعيش معاك سنين كمان، لان لسه كمان عمره الافتراضي في دعم ابل لتحديثاته والكلام ده كله لسه مدعوم ومش هينتهي دلوقتي. لا، الجهاز ده حقيقي فيه توازن رهيب ما بين القيمه مقابل السعر. ولا انت شايف ايه؟ قول لي في الكومنتات. اشوفك في الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم.